الحرب دي فضحتهم فضيحه ثقيله الصوفيه. الحرب دي حقه من هسه مش بعد من هسه ما يحل لسوداني انه يبقى صوفي ثاني، لا يحل له لانه الكلام ده واضح. يا زول شكرا لك. الحرب فضحت الصوفيه، لكن ورب الكعبه فضحتك انت اول انسان. والله فضحتك على حقيقتك. الحرب فضحت الصوفيه، فضحت الحجبات، فضحت البخرات، فضحت التمايم، فضحت كل هذه الخزعبلات. لكن انت بالذات فضحتك. انت لانك اصبحت واحد وجنجبيدي. انت اصبحت زمان اي زي ما قال كبيره وصغيره، لا خليت صوفي، لا خليت انصار سنه، لا خليت اخو مسلم، لا خليت لا خليت لا خليت. طيب الجنجويد ديل الصحابه رضي الله عنهم، الجنجويد ديل، الجنجويد ديل شنو؟ ما لك ما تكلمت لنا في الجنجويد ديل. لا بقيت تتوسط كمان كويس عشان يعني بقيت وسيط في قضايا عديده جدا جدا، تتوسط بين المواطنين اللي نهبت من ممتلكاتهم عشان الجنجويد يرجعوا لهم وكذا، وحتى يعتذروا لك يقول لك احنا قايلين الزول ده كان انصار سنه، والله احنا ما عارفين نتابع لك، وعندك واحد قتله ما عارف نسيبه وكل شيء ما عارف، قال لك والله احنا قايلين انصار سنه، احنا ما عارفين نتابع لك لو كان فضحتك. والله اكبر فضيحه لك انت، اكبر فضيحه لك انت كويس. ما تيجي تقول لنا ثاني انت ما عندك خشم تتكلم به، ما عندك، انت منافق كويس، انت واحد منافق. هسرق الله ما تخجل، ما تخجل يا اخي. انا اقول لك شنو ذات ما عارف يا قديت اضننا، قددت اضننا دي كده، لكن هلقوم كبير وما في علم وسايق الناس بالخلا، وانت في النهايه تطلع مرتزق اماراتي وهي تقول لنا قال الحرب فضحت الصوفيه. الحرب ما فضحت الصوفيه، الحرب دي فضحت كل النوايا الخبيثه الماكره. الحرب دي فضحت كل المتآمرين على السودان ووحده السودان ووحده السودانيين. الحرب دي فضحت كل المتآمرين على الهويه السودانيه كويس. الحرب دي فضحت المتآمرين على هويه السودانيين. الحرب دي فضحت نوايا كثيره جدا جدا كانت مستتره خلف قناع، ولكن القناع قد سقط. انت ما بتقدر ثاني تتلاعب بالسوداني نهائي الا الجداد التابعك، الا الجداد